السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبك. بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك طلع المستشار مرتضى منصور على قناة نادي الزمالك وقال كلام كتير قوي. ملخص الكلام اللي قال ازاي كهربا يجيب جونين في ماتشين وهو غايب بقاله قد ايه. حلو قوي اللي انت بتعمله ده يا سيد عبد الحفيظ. طبعا هو هنا بيتكلم عن حوار الجن والعفاريت والاعمال والحوارات اللي هي دماغه خربانه بيها دي. هو انا دلوقتي عايز افهم حاجه، هو مرتضى منصور ده يا جماعه محامي؟ انا اللي اعرفه عنه ان مرتضى منصور ده محامي عقر، محامي فاهم في اساليب المحاماه. اي نعم محامي، مش عايزين نتكلم ونقول كلام كتير، بس اللي انا اعرفه ان هو راجل متعلم. ازاي راجل متعلم زي ده بيتكلم بالحاجات دي ويقول لك جن وعفاريت وحوار واعمال والكلام ده كله؟ جن وعفاريت يا مرتضى؟ النادي الاهلي كسبك بمجهوده، انت بتداري فشلك يا فاشل. بتلزق الحاجات دي في النادي الاهلي عشان تداري فشلك. انت بتداري فشلك بالحوارات والهكس اللي انت بتطلع بيه ده اخرك تطلع تتكلم وتقول جن وعفاريت وحوارات، لكن تكسب في الملعب بمجهودك؟ لا. وايه ده؟ في كوره اتكلم عليها، الكوره بتاعت حمدي فتحي اللي هو ما توقعهاش وجات له وقامت جايه عواد. الكوره ما توقعش ان هي هتفوت اصلا من حمدي فتحي، فراحت الكوره وقامت خابطه في العارضه وقامت راجعه جات لكهربا محطها طلعت بره. بيقول لك هي الكوره دي عدت ازاي؟ عدت بالجن والعفاريت. يا عم انت دماغك دي فيها ايه؟ فيها بلوزه من الاخر، دماغك دي فيها بلوزه. دي اول حاجه. تاني حاجه، اتكلم عن كهربا بعد احتفاله مع جمهور النادي الاهلي. يعني معلش، هو الاحتفال مضايقك في ايه يا عم مرتضى؟ بيقول زي الجمهور العام، ما احنا مش هنشجع مثلا باللغه العربيه الفصحى، لا النادي الاهلي لما بيشجع بالعاميه بلغه الشارع. فبيقول اوف كهربا حطه صح. مضايقك في ايه دي؟ كهربا جاب الجون صح، انت دماغك شمال. ملهاش علاقه، حتى لو قدمت بلاغ في الجملتين اللي قالهم دول ووديت البلاغ بالفيديو بتاعه، هيقول لك فين الالفاظ اللي طلعها في الكلام مع الجمهور؟ مفيش الفاظ، مفيش حاجه قالها. هو بيقول اوف كهربا حطه صح. دي فيها حاجه؟ دي ما فيهاش حاجه. وبعدين وصف كهربا بالكلب والصعلوك والقرد والهارب والحوارات. انت في قضيه مع كهربا انت وهو، وان شاء الله هتتحل. حوار القضيه ده هيتحل باذن الله. الفلوس هتدفع، ايا كان اللي هيحصل الموضوع هيتحل. كهربا ابن النادي الاهلي وانت عارف كده كويس. انت اللي مضايقك بس ان كان عندك وسابك وجالنا وبيجيب دلوقتي فيك اجوان وبيعمل اداء عالي. ده اللي مضايقك، ده مفيش حاجه تانية مضايقاك يا مرتضى. تمام. واتكلم عن الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي وقال محمود الخطيب انت مهزأ زيك زي اللاعب بتاعك وشتم كابتن محمود الخطيب. طبعا النادي الاهلي ما سكتش وقدم 3 شكاوى على مرتضى منصور على الكلام اللي قاله بفيديو على قناة نادي الزمالك، بيشتم فيها اللاعب محمود كهربا وبيشتم فيها مجلس إدارة النادي الأهلي وبيشتم فيها سيد عبد الحفيظ بألفاظ بذيئة وبألفاظ وبشتايم وسباب والكلام ده كله. طبعا النادي الأهلي مش هيسيب حقه، والفيديو اتوثق بشتيمة مرتضى منصور واتبعت للفيفا واتبعت للجنة الانضباط. فانت يا عم مرتضى الفيديو ده اقل ما فيها كده تتغرم شويه فلوس محترمه. والزمالك اصلا مش ناقص، الزمالك مش ناقص يتغرم فلوس. هو كفايه ان هو اساسا ما بيديش للعيبه فلوسها، يعني كفايه ان نادي الزمالك اصلا ما بيديش للعيبه بتاعتها فلوسها، فانت هتتغرم فلوس فوق الفلوس. طبعا عم مرتضى منصور مش هيفرق معاه اي حاجه، لانه اصلا ما بيفرقش معاه نادي الزمالك. مرتضى منصور ما بيفرقش معاه نادي الزمالك. ده اللي انا عايز اوضحه للناس. في ناس زملكاويه بقابلهم يقول لي هو ده اللي ينفع مع الدوله، هو ده اللي ينفع يمسك نادي الزمالك. يا عم ينفع نادي الزمالك ايه؟ هو مش فارق معاه نادي الزمالك اصلا. انا عندي فيديو لمرتضى منصور وهو بيشكر في الكابتن محمود الخطيب وبيقول لاعب مفيش زيه في الدنيا ولاعب مش عارفه ايه.
ده دليل يا جماعه ان هو شخصيه منافقه بعد كل اللي هو بيعمله ده على كابتن محمود الخطيب وعلى النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. انا عارف ليه كابتن محمود الخطيب مضايقك قوي يا مرتضى، والله عارف. عشان هو ساكت متجاهلك، مش عاملك بني ادم بيترد عليه. هو مش معاملك اكنك بني ادم، هو مش شايفك. عشان كده ده اللي مجننك، مخليك متجنن. كم مره تطلب منه ان انت تصالحه، كم مره تطلب منه ان انت تصفي اللي بيحصل، وهو مش هتصالح. واحد شتمته بامه وباهله يروح يتصالح معاك كده عادي؟ ليه يا عم؟ انت ماسك عليه زله؟ ده مش هتصالح معاك ابدا، ولا هيعرفك ولا ليه علاقه بيك. وانا عارف برضو كابتن سيد عبد الحفيظ ليه مضايقك ومجننك قوي كده، عشان بيقصفك في كل الفيديوهات اللي يطلع يرد عليك بيها، بيقصفك. وخلي في بالك كابتن سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي كبير قوي. على فكره يا جماعه، هجومي لو كان على مرتضى منصور فهو على شخصه، مش على نادي الزمالك. نادي الزمالك كبير قوي، وقلتها قبل كده، نادي الزمالك اكبر من مرتضى منصور وولاده. لكن انا ماليش دعوه بالنادي، النادي فوق دماغي، نادي الزمالك فوق دماغي. تمام؟ نادي الزمالك نادي كبير، نادي محترم، لكن مرتضى منصور لا يليق بنادي الزمالك. واللي في قناه نادي الزمالك دول لمرتضى منصور من الاخر، كلهم بيطبلوا له، والناس دي كلها خايفه منه. نقفل قصه بقى مرتضى منصور وحواراته الكتير دي، وتعالوا نشوف جدول النادي الاهلي في افريقيا. المباراه الاولى الاهلي هيلاعب الهلال يوم 18 فبراير الساعه 3 عصرا على ملعب الهلال. المباراه اللي بعديها الاهلي وصن داونز يوم 25 فبراير الساعه 9 على ملعب النادي الاهلي. المباراه اللي بعديها الاهلي هيلاعب القطن يوم 4 مارس الساعة 6 على ملعب النادي الأهلي. المباراة اللي بعديها صن داونز هيلاعب النادي الأهلي يوم 11 مارس الساعة 3 عصرا على ملعب صن داونز. المباراة اللي بعديها القطن هيلاعب النادي الأهلي يوم 17 مارس الساعة 6 مساء على ملعب القطن. مباراة العودة بتاعت الهلال لسه ما تحددتش الميعاد بتاعها. وبس كده الفيديو بتاعنا هيكون خلص. ولو انت مش عندي في القناه انزل واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك لهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.